رحب ضيفي الكريم اللواء مهندس أسامة عبد العليم، تحياتي لسيادتك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. دولة النهارده أو سيادة الرئيس الاهتمام الكامل بصناعة السيارات في مصر، عربية تصنع في مصر، مش عايزين حكاية إن أنا بجمع. نقدر نوصل لده إزاي وأنتوا عندكم تجربة ممتازة في الهيئة العربية للتصنيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني صناعة السيارات خبرات متراكمة. الحمد لله الهيئة العربية للتصنيع عندها الخبرة دي. بدأناها سنة 77 في الشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات. نعم. دي حضرتك كانت أقدم تاني شركة بعد شركة النصر للسيارات العريقة. نعم. بدأنا الصناعة سنة 1977 وكانت بهدف التصنيع للعربات العسكرية. العسكرية أولا، الهدف الأول يعني العربية العسكرية اللي هي الجيب كانت أحسن عربية في هذا التوقيت. نعم. موجودة على الساحة العربية الجيب العسكرية. وكان الهدف من صناعة العربية الجيب العسكرية كانت خدمة الجيوش العربية المشتركة في تأسيس الهيئة. الدول العربية المشتركة في تأسيس الهيئة كانوا 4 دول. كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وجمهورية مصر العربية. تخرجت الدول العربية سنة 1978 واستقلت الهيئة أو استقلت الشركة العربية الأمريكية بنفسها يعني. نعم. عند بدء التأسيس ده حضرتك تم البحث عن أحسن العربات العسكرية المناسبة لهذا في ذلك الوقت. في ذلك الوقت وجدت العربية الجيب الأمريكي. فتم الشراكة المباشرة. ليست استيراد مكونات ولا حاجة. تمت الشراكة المباشرة ما بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة كريزلر الأمريكية. نعم. بهدف تصنيع العربية الجيب في مصر، في جمهورية مصر العربية. نعم. يعني التطور خدنا مراحل كتيرة. خدنا مراحل في تصنيع العربية العسكرية للجيش المصري في الأساس. نعم. وتم تغطية احتياجات القوات المسلحة من العربية الجيب، كنا بنقول عليها الجيب الحربي يعني. الأول لغاية سنة 1982. طبعا حضرتك التصنيع العسكري بيبقى ليه مراحل وانتهت مراحله يعني. نعم. دلوقتي انتقلنا للمدني، للاتجاه المدني من سنة 1982. حضرتك الشراكة مع شركة كريزلر دي شراكة فعلية يعني. شركة كريزلر ممثلة في الشركة العربية الأمريكية للسيارات بنسبة 49%، والهيئة العربية للتصنيع تمتلك 51%. عظيم. فده عمل تراكم للخبرات في صناعة العربيات، وخاصة من هذا الكاتيجوري أو من هذا النوع من العربيات اللي هي ال4x4 أو التي تعمل خارج الطرق. عمل تراكم فني كويس جدا. تراكم هندسي يعني. انتجنا كذا موديل منها، كذا نوع طبقا للتطور الطبيعي للموديلات. بيحصل حضرتك يعني زي شيفت او تحرك للنوع من حتى شركات السيارات العالميه يعني. بيحصل تطور وتغير وتعديل للموديل اللي هو التطور الطبيعي لانتاج موديلات السيارات. نعم. حصل تطور في انتاج الجيب الحربي من اول موديل اللي كان حجمه صغير جدا الى موديلات بعد كده. خلينا في الجيب المدني اللي هو الاستخدام الناس يعني. يعني في عشان احنا النهارده بنتكلم على توطين صناعه العربيات في مصر. تمام يا فندم. نعم. فنبقى مهتمين بالجانب المدني اكتر. حضرتك بدأنا سنة 1982 في الشركة العربية الأمريكية للسيارات الإنتاج المدني. أنتجنا حضرتك ل9 شركات عالمية. 9 شركات عالمية كانت بتنتج في مصر مش في توقيت واحد بالتتابع. وشركات ذات أسماء معروفة وشهيرة. الشركة العربية الأمريكية للسيارات أنتجت ل9 شركات دي. موديلات محترمة جدا ومتعددة ومتنوعة. نعم. إلى أن وصلنا حضرتك في التوقيت الحالي بننتج لشركتين عالميتين اللي هي شركة جيب الأمريكية، بننتج العربية بتاعتنا الشهيرة، وبننتج لصالح شركة تويوتا العالمية. يعني الحمد لله في ثقة في المصنع وفي ثقه في امكانياته، والعمق الفني اللي ذكرته لحضرتك فيه عمق فني وعمق هندسي. سيادة اللواء أسامة، هل انا بعمل النهارده عربيه
كامله صناعه مصريه ولا بجمع بصراحه؟ قول لنا بنعمل ايه؟ حضرتك النقطه دي يعني فيها استفاضه فنيه شويه هذكرها لحضرتك. كويس يعني. يعني انا بعمل موتور عندي ولا لسه بعمل ايه؟ المعدات اللي انا بعملها او ايه الحاجات اللي انا بجيبها؟ بس يعني اشرح لنا. القانون المصري يا فندم لصناعه السيارات او الاسس المصريه اللي حطها وزاره الصناعه المصريه لا تسمح بالتصنيع العربيات ما لا تقل النسبه عن 45% من المنتج المحلي. لازم يكون مكون محلي 45% من العربيه. نعم. فاحنا حضرتك بنتبع القانون ده وبنمشي بالرولز دي، بنجمع مش بنجمع العربيه، بنصنع في العربيه او بنبني العربيه بمكونات مصريه 45% و55% تستورد من خارج جمهوريه مصر العربيه. نعم. طب بعمل ايه هنا؟ ايه اللي انا بعمله مكونات مصريه؟ المكونات المصريه يا فندم لما نيجي نعمل مكون اللي بيحكم في هذا الموضوع اقتصاديات التشغيل. ايوه. اقتصاديات التشغيل يعني مثلا جسم العربيه. انا لو احتجت 5000 عربيه في السوق يستوعبهم مثلا العربيه الجيب دي. نعم. هعمل استنباط وبنيه اساسيه تتكلف ملايين الجنيهات وعشان انتج بيها واستفيد من المكونات دي في 5000 عربيه، فهتقف العربيه مرتفعه السعر جدا. لكن انا لو بعمل الاستثمارات دي وهعمل 100,000 عربيه ده هينعكس على سعر العربيه. طب بنصنع كام واحده في السنه؟ احنا بنصنع في العربيات الجيب الحربي حوالي 2000 عربيه في السنه تقريبا، المتوسط يعني بتاع المصنع. فلكتويشن بقى او للتصدير مصر والتصدير لمصر والتصدير. انا هرجع في النقطه بتاعت التصدير حضرتك دي اثناء عمل المصنع في الفتره اللي كنا بنشتغل فيها في العربيات الميليتري بالذات العربيات العسكريه. كان المصنع بيمثل الشركه الامريكيه اكنها فرعها في افريقيا وفي منطقه الشرق الاوسط، فرعها كان في الشركه العربيه الامريكيه للسيارات. احنا صدرنا حضرتك في التوقيت دوت لجهات عديده العربيه الجيب، صدرنا لدول اوروبيه، صدرنا للولايات المتحده نفسها، صدرنا للامم المتحده من مصر من انتاج الشركه العربيه الامريكيه للسيارات. صدرنا للدول العربيه العراق وليبيا والمملكه العربيه السعوديه والامارات، صدرنا للدول الاوروبيه البرتغال وايطاليا، وصدرنا للامم المتحده، وصدرنا للولايات المتحده الامريكيه. فالحمد لله يعني عندنا هو تجربه كويسه. تجربه كويسه جدا. نعم. وسريه يعني. نعم. لكن في العربيات المدنيه اقتصاديات التشغيل والاسماء العالميه في العربيات. نعم. وبرضو يعني تحت هذا السياق اقول لحضرتك ان كلمه تجميع العربيه هو ده المصنع بتاعكم مش كده؟ المصنع بتاعكم. ايوه يا فندم. مصنع الجيب. اتفضل يا فندم. ده في كل قدام سيادتك الشاشه اهي. اتفضل يا فندم. اتفضل. احنا حضرتك كلمه ده اللي فيه بيتعمل كل حاجه مش كده؟ ايوه يا فندم. اتفضل. صناعه السيارات ليها 4 مراحل. يعني حضرتك دي خطوط الانتاج، ده خط التجميع، ده احد انشطه صناعه السيارات. عمليه التجميع ومصانع التجميع دي احد المعالجه الكيميائيه ولا ايه؟ هنا بيعمل ايه؟ المعالجه الكيميائيه في الاحواض. احنا حضرتك بنبدا يعني السيكونس بتاع الموضوع ده بنبدا ببناء جسم العربيه. بناء جسم العربيه من مكونات صغيره جدا جدا من قطع الصاج في الجسم. زي حضرتك يعني بذكرها باللغه المبسطه، بتبني مسكن بتحتاج مواد خام للبناء والكلام ده. دي المواد الخام بتبقى متوفره في المصنع، وبنبدا بعمليه بناء جسم وهيكل السياره. يعني مش عمليه تجميع ان احنا بنربط اجزاء. لا، احنا بنبدا فعليا ببناء جسم وهيكل السياره. وبعد كده بعد بناء الجسم والانتهاء منه بيتم مراحل بقى الاعداد للمعالجه الكيماويه لجسم السياره، عشان دي منتج سلعه معمره. ده لازم يتم المعالجه لجسم السياره معالجه تامه في احواض. عندنا محطه قويه جدا جدا بيتم فيها المعالجه بالغمر وتغطيه الاسطح ومعالجه كيميائيه للاسطح وكده، لغايه ما الجسم والهيكل يبقى صالح للاستخدام طول عمر العربيه، ما تتسللش ليه عوامل الجويه ولا الصدأ ولا الرطوبه ولا الكلام ده. عظيم. وبعد كده المرحله الثانيه عمليات الدهان بتتم في المصنع. كل اللي بيعملوا ده مصريين مش كده؟ كله ايادي مصريه تماما. تماما. كويس. ومهندسين مهره جدا على اعلى مستوى. سيادتك متدربين كويس جدا. يعني عمليه التدريب ليهم وعمليه الاعداد للمهندسين
اللغه واللغه الهندسيه واللغه الفنيه، ويعني الحمد لله متوفره في مهندسيني وفي عمالي في المصنع بفضل من الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي بنتكلم عندنا بنيه تحتيه موجوده. تمام يا فندم. سياده الرئيس بيتكلم النهارده على توطين صناعه سيارات في مصر. تمام يا فندم. نعمل ده ازاي وانا عندي اهو اساس موجود؟ تمام. حضرتك صناعه السياره صناعه السياره بتتم باربع مراحل. اتفضل. المرحله الاولانيه هي البحث والتصميم. البحث والتصميم ويقوم بها المراكز البحثيه والاقسام البحثيه في الشركات الكبرى. يعني احد الشركات العالميه الكبرى بتلاقي حضرتك في قسم البحث والتصميم فيها، او ريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هو البحث والتطوير، وفي الجامعات، وفي مكاتب سيادتك، مكاتب ومباني صغيره ومنشآت وشركات صغيره بتقوم بعمليه البحث. دي اول مرحله في العربيه. المرحله الثانيه في صناعه السيارات هي صناعه المكونات. ولا تقوم بها مراكز بسيطه ولا مصنع واحد، بتقوم بها دوله او دول، الاف المصانع بتعمل في المكونات. السياره سيادتك فيها حوالي 3000 جزء. 3000 من ضفاير، من كل التفاصيل بتاع العربيه، وازاز وصاج وكله، كل حاجه فعلا. كل شيء، فرامل، كل حاجه. 3000 جزء في العربيه. 3000 جزء في العربيه. ال 3000 جزء مش حد واحد بيعملهم. لا مفيش. 3000 مصنع يعملوه. 3000 مصنع. كل مصنع متخصص في حاجه، متخصص في جزء. من اول سيادتك المسمار البسيط اللي في العربيه. دي المرحله الثانيه في صناعه السياره. المرحله الثالثه هو خطوط التجميع. دي صناعات مغذيه، مش كده بنقول عليها؟ الصناعات المغذيه. كويس قوي. وصناعه مكونات السياره. كويس. المرحله الثالثه اللي هي عمليات تجميع السيارات. تجميع السيارات زي المصنع عندي وزي الشركات العالميه وزي ما موجود في دول افريقيه كتيره جدا. يعني الدول الافريقيه اللي هي بتسير في صناعه السيارات بتقوم بعمليات التجميع دي للشركات العالميه. عمليه التجميع عندي تجربه في المغرب وتجربه في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. صح يا فندم. صح. تجربتين في المغرب فعلا وجنوب افريقيا. اي فندم. بتبدا نقل التكنولوجيا للدول دي بنقل خطوط التجميع. اول البدء في الموضوع نقل خطوط التجميع. واقامه خطوط التجميع. نعم. ده النشاط الثالث في صناعه السيارات. يبقى زي ما ذكرت لحضرتك البحث والتصميم. نعم. المرحله وبيقوم به مكاتب او شركات او مراكز بحثيه صغيره. المرحله الثانيه صناعه المكونات وبتقوم بيها دوله او دول. مش موضوع بسيط يا فندم منحصر على مصنع. يعني مصانع التجميع ليس من المفترض انها تقوم بتصنيع مكونات. مصانع التجميع ليس من المفترض ولا من المخطط في صناعه السيارات ان مصانع التجميع تقوم بصناعه المكونات. لكن منشآت اخرى بتقوم بصناعه المكونات. النشاط الرابع بعد النشاط التجميع هو نشاط البيع وخدمه والتوزيع والتصدير والبيع وخدمه ما بعد البيع. احنا عندنا في مصر شاطرين قوي قوي الحمد لله، وعندنا احتراف وحاجه دي كويسه في نشاط التجميع اللي هو النشاط الثالث من صناعه السيارات. النشاط الثاني من صناعه السيارات اللي هو صناعه المكونات. ده كل جزء يا فندم ليه مصنع اصلي. طلمبات البنزين ليها شركه عالميه بتقوم بصناعه طلمبات البنزين. المحركات في شركات عالميه بتقوم بصناعه او الاطارات، البطاريات، الزجاج. الحمد لله في مصر. بس بعمل دلوقتي اطار عربيات دلوقتي في مصر ولا ما بعملش؟ بعمل ان شاء في بورسعيد. بنعمل مصنع في بورسعيد. والهيئه العربيه للتصنيع في تفاوضات الحمد لله على ان احنا نقوم بمصنع اطارات باذن الله. كويس. باذن الله مصنع اطارات. بيشتغلوا مع مين؟ بيتفاوضوا مع مين دلوقتي؟ بنتفاوض مع احد الشركاء الاجانب يعني. امريكان ولا يابانيين ولا يعني في اتجاه جنوب شرق اسيا ان شاء الله. جنوب شرق اسيا ان شاء الله. ان شاء الله. ده الاتجاه يعني. نعم. فزي ما ذكرت لحضرتك نشاط التجميع ليس بسيطا في صناعه العربيه، لكن هو احد انشطه صناعه السيارات. نشاط التجميع هو احد انشطه صناعه السيارات، واحنا الحمد لله عندنا مهارات وعندنا مصانع كتير جدا في مصر وعندها مهارات في هذا الاتجاه. فحضرتك لو تسمح لي ما نقللش من نشاط التجميع. نشاط التجميع ده نشاط محترم. لا مش بقلل، ولكن بنتكلم على عربيه اصنعها. اقدر اقول ان انا عملت وفعلا صدرت. المغرب حضرتك عارف انهم بيصدروا 1,000,000 عربيه. تمام يا فندم. ورايحين بعد 6 سنين هيصدروا 2 مليون عربيه. تمام. اعمل ايه انا عشان اوصل ابدا اقول انا بدات اصنع عربيه؟ هو ده الملف اللي انا عايز اتكلم فيه. تمام يا فندم. او ده اللي الدوله عايزاه. تمام. حضرتك اللي هيخلي نعمل ايه؟ ايه اللي نعمله؟ ايه المزايا؟ ايه التسهيلات؟ ايه الحوافز؟ ايه اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي؟ خطوط انتاج وغيره، واعملها يعني
اتعامل ازاي مع الشركات العالميه؟ في الدوله مسكت على هذا الملف. في مجلس اعلى للسيارات برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضويه الساده الوزراء المختصين من الحته دي او بالجزئيه دي. اتعمل ملف يحتوي على على مجموعه من الحوافز التي وضعت لتشجيع الشركات العالميه للاستثمار في مصر. أيوة. اللي هو استراتيجيه صناعه السيارات في مصر. أيوة. الاستراتيجيه دي الحمد لله صدرت السنه اللي فاتت، فيها مجموعه من الحوافز ترضي وتغري المستثمر انه يتقدم بصناعته في مصر ويتقدم بسيارته. اهمها ايه؟ اهمها سيادتك الكميه. يعني مجموعه الحوافز بتاعت استراتيجيه صناعه السيارات، اول حاجه تعتمد على الكميه، دي نمره واحد. نمره اتنين صناعه عربه صديقه للبيئه او غير صديقه للبيئه. نعم. ليها حافز. نعم. الحافز الثالث اللي هي القيمه المضافه، انا هصنع قد ايه في مصر. كل ما يزود نسبة تصنيعه في جمهورية مصر العربية كل ما يحصل على حافز. احنا عندنا سوق بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. وفي حد زينا عندنا ايه؟ كام مليون دلوقتي؟ 10 احنا دلوقتي حضرتك حوالي 12 مليون عربية. 12 مليون عربية في مصر. 12 مليون عربية في جمهورية مصر العربية. ما شاء الله. حد زينا يعني. الحمد لله. سوق كبير. الحمد لله. فأي حد تديله حوافز اهو هيكسب، بدل ما انا عمال استورد ب 3 4 مليار دولار. فعلا الاستيراد كان قبل سنة 22 كان 4 مليار دولار استيراد سيارات. في سنة 23 كان 2 قول لنا البيانات الدقيقة. أقول لسيادتك البيانات الدقيقة. اتفضل. فإذا 22 كنا قبل 4 مليار دولار. اتفضل. 21 كان 4 مليار دولار. 4 مليار دولار. سنة 22 كان 2 مليار و104 مليون دولار. سنة 23 كان 2.3 من 10، 2 مليار و300 مليون. سنة 24 2 مليار حتى تاريخ. نعم. ده البيانات الأساسية. طبعا ده رقم كبير جدا يا فندم، ورقم ضخم جدا. إن شاء الله. ما انت عايز تقلل الفاتوره دي؟ الفاتوره دي تتحول الى الصناعه. الى الصناعه. الى الصناعه. الى الصناعه. صناعه وبتشغل ناس. اكتر حاجه النهارده بتفيد من اكتر حاجات الصناعه. يا فندم لما اقول لحضرتك شغل ملايين فرص العمل. السياره لما يكون فيها 3000 جزء، هنفترض ان كل جزء بيشتغل فيه مصنع واحد، يعني 3000 مصنع. فما بال حضرتك ان الجزء الواحد ما بيشتغلش، لا في تنافس، ان عشرات المصانع بتشتغل في الجزء الواحد وفي النوع الواحد. لان انت كمان مش هتعمل عربيه واحده او نوع واحد. لا انت عايز تعمل انواع وقضيه التصدير. احنا تصدير. قضيه التصدير يعني حضرتك احنا فعلا بلدنا يعني ما شاء الله بتصدروا بقد ايه من الهيئه العربيه للتصنيع؟ يعني انا مش عايز اقول لحضرتك رقم يعني تقريبا لتصدير السيارات او تصدير الهيئه العربيه للتصنيع. يعني السيارات مش عايز الهيئه بالكامل، عايز السيارات بس. انا مش هقول لحضرتك على رقم قديم. ان شاء الله هيكون في رقم بعد كده بسنتين باذن الله. سنتين احنا عاملين مخطط بعد سنتين ان شاء الله توصلوا لكام؟ ان انا اصدر حوالي 160 ألف عربية المرحلة الأولى أو 150 ألف عربية بعد سنتين. من إنتاج المصنع إن شاء الله. بعد سنتين. بعد سنتين بإذن الله. يعني عظيم. ده يعني مسيرة توجهات الدولة وتوجهات احتياجات الوطن. يعني احتياجات الوطن فعلا ان احنا نزود عملة صعبة، نقلل تكاليف الاستيراد ان شاء الله. احنا بنخطط بإذن الله في المصنع والدراسات قائمة على ان شاء الله بعد سنتين نكون بنصدر 150 ألف عربيه. هي العربيه التصنيع بتعمل طيارات مش تعمل عربيات. الحمد لله. والله الحمد لله تعمل طياره. الحمد لله. مش كده؟ ايوه يا فندم. ده يعني الحقيقه حاجه كويسه قوي. مرتبين اوراقنا في الموضوع ده. عظيم. ان احنا نبدا من السنه الجايه نغطي احتياجات السوق المحلي. نغطي احتياجات السوق المحلي كويس. في شريحه كبيره من السيارات. السيارات الصغيره باذن الله. بس دي فئه اولى من العربيات، الفئه الاولى. ان شاء الله في فئه ثانيه يا فندم برضو في المصنع باذن الله. ارخص شويه؟ ارخص كتير. ارخص كتير يعني فئه ثانيه غير فئه الجيب الجراند والحاجات الكبيره دي. نعم. اللي هي السبيشال كيس. بس انا غاليين كمان. نعم فندم. غاليين بيتباعوا عربيه غاليه يعني. يعني حضرتك هو الاساس ان انا
كنت متخصص في هذا النوع يعني، لكن ما اخترتوش كنوع غالي ان انا ابيعه للناس، لا انا كنت متخصص في هذا النوع من العربيات. لكن طبقا للشريحه الكبيره، يعني احنا بنخاطب شريحه كبيره من المواطنين، عندكم حجوزات كتير وكده، في اقبال على العربيه الموجوده دلوقتي، في اقبال كبير على الحجوزات، وان شاء الله العربيه المتوسطه اللي احنا بنخطط بيها، المتوسطه دي يعني اللي هي عربيه الركوب العاديه اللي تناسب الاسره المصريه ان شاء الله، يعني عربيه الركوب اللي تناسب الاسره دي بتخططوا تنتجوها؟ بنخطط ننتج عربيه ان شاء الله السنه الجايه للسوق المحلي ولصالح المواطن في جمهوريه مصر العربيه. والسنه اللي بعديها زي ما ذكرت قدام حضرتك كده، بعد سنتين هنكون ان شاء الله بنغطي السوق المحلي والتصدير. ده التوجه ان انتوا دلوقتي بتشتغلوا على عربيه ركوب اللي هي للاسره المصريه المحلي، مش العربيه الكبيره الجيب الشهيره، ده بارلل للعربيه الكبيره، موازي للعربيه الكبيره. بس طبعا العربيه الكبيره بتبقى انتاجها كميات قليله، لان الشريحه المستخدمه ليها الشريحه قليله برضه عشان اسعارها. وده حضرتك مش توجه، تخطيط وتنفيذ. يعني احنا حضرتك عشان تبني سياره، تفكر تبني سياره في جمهوريه مصر العربيه، لو حضرتك بدات من دلوقتي تاخد سنتين عبال ما تجهز بانتاج العربيه. سنتين فعلا، ده لو ما عندكش خط الانتاج. طب في حاله وجود خط انتاج زي عندي كده في الشركه العربيه، تاخد سنه عبال ما تبدا، لان بيبقى في تفاوض فني، وفي اعداد لخطوط الانتاج، وفي تدريب تحويلي للمهندسين، وفي الامداد بقطع الغيار والاتفاق مع الموردين المحليين. في اجراءات كتيره جدا جدا عشان تنتج العربيه. فبذكر قدام حضرتك ان ده مش توجه، لا ده اجراء تنفيذي احنا ماشيين فيه. انتوا عاملين خطه مراحل نوصل لكذا في مرحله كذا. تمام. نعم تمام. لكن الخطه دي لانه سياده فريق كامل وزير كان مع توليه هذا المنصب لنائب رئيس الوزراء للتنميه الصناعيه والهيئه العربيه ضمن الجهات المعنيه اللي مسؤول عنها الفريق كامل وزير. تمام مش كده؟ تمام. احنا مسؤوليه فنيه. نعم. واعطاء التراخيص والسماحيات والكلام ده، لكن الجزء الفني يختص به الهيئه العربيه للتصنيع كمان. لكن احنا بنتبع القوانين الخاصه بوزاره الصناعه. في نسب التصنيع المحلي، ده قانون من وزاره الصناعه، ده قانون الدوله. نعم. نسب المكون المحلي، المواصفات الفنيه، الشهادات الرسميه اللي بتخرج لصالح العربيه، دي شهادات وزاره الصناعه المصريه. نعم. مش شهادات الهيئه يعني. نعم. يعني حضرتك احنا عندنا شق فني مختص به الهيئه العربيه للتصنيع، وشق يتبع الدولة، بنتبع القوانين المنظمة لهذا الموضوع. طيب هنقف هنا ونطلع فاصل أخير ونرجع نتكلم على مستقبل مصر في صناعة العربيات. ده طموح الدولة. اتفضل. الرئيس دايما ركز على الصناعة. قال لهم بلد دي هتقوم، عنوان رئيسي نحطه قدامنا الصناعة. فعشان كده كل حاجة في مجال الصناعة نعمل تسهيلات ونشوف الناس عايزة ايه ونديهم حوافز قد ايه ونشوف، لأن هو ده الصناعة هتقوم البلد. بعد الفاصل. ارجع مع حضراتكم وضيفي الكريم اللواء مهندس اسامه عبد العليم. كان عندنا تجربه في مصر، عربيه النصر السيارات، وعندنا شركه النصر السيارات ايام الرئيس عبد الناصر، وكانت عملت اكتر من نوع، وفجاه النصر السيارات دي مش موجوده. ايه السبب؟ وهل ممكن تعود مره اخرى النصر السيارات مع التطوير، مع الدوله شغاله على توطين الصناعه ومصنع كبير موجود في حلوان؟ حضرتك فعلا شركة النصر السيارات شركة عريقة في صناعة السيارات، على ما أعتقد أنها أنشئت سنة 1960 وبدأت بالعربيات الصغيرة فالأكبر فالأكبر. الشركة دي عندها خبرات في صناعة السيارات. النشاط الثالث اللي ذكرته لحضرتك اللي هو نشاط تجميع السيارات. الاستمرار في صناعة السيارات يحتاج إلى البحث والتطوير. الاستمرار في صناعة السيارات، وان حضرتك تبقى خلاق وتبقى مالك لموديل، وتحتاج الى البدء في البحث والتطوير والمراكز البحثيه. طيب هل احنا يا فندم بلدنا خاليه من الكلام ده؟ لا مش خاليه. احنا عندنا الجامعات المصريه في كليات هندسه فيها تخصص السيارات وتخصص التصميم الميكانيكي.
كليات الهندسه الحكوميه، كليات الهندسه الخاصه والجامعات الاجنبيه، الحمد لله في كوادر علميه، وانا بقابل زملاء لينا من الجامعات المصريه على اعلى مستوى في عمليات البحث والتطوير في السيارات. دي نمره واحد. كويس. نمره اتنين، هل عندنا يا فندم البنيه الاساسيه للمعامل والقياسات وتطبيق المواصفات القياسيه؟ ايوه. عندنا المعامل، الوطن مليء بالمعامل والجهات البحثيه وادوات القياس لاستكمال العمليه البحثيه للسيارات. عندنا حضرتك هيئات محترمه جدا، الهيئه المصريه العامه لمواصفات الجوده، الهيئه المصريه العامه للصادرات والواردات، الجامعات المصريه بالكامل، معامل بحوث القوات المسلحه. فالحمد لله عندنا هذا الجزء الثاني من البحوث والتطوير، ده الجزء بتاع التحقق. الجزء الاولاني بتاع التصميم، الجامعات المصريه الحمد لله. انا سيادتك ما اتمناه ان شاء الله يعني ان احنا نوظف هذا الاتجاه، اتجاه البحث والتصميم والقياس وتطبيق المواصفات، اللي هو الجزء الاول من صناعه السيارات. اللي ناقصنا مش ناقصنا ككوادر ولا ناقصنا كامكانيات ولا تمويل. ناقصنا ان احنا نبقى ظاهرين على الساحه، محطوطين تحت منشاه رسميه او جهه رسميه في هذا الاتجاه. الاسبوع اللي فات طلع تقرير الاسبوع اللي فات في تركيا، صدروا في 6 شهور اللي فاتوا 17 مليار دولار عربيات. 6 شهور تركيا. اتفضل يا فندم. ان شاء الله يا فندم. مش هعمل مقارنات، لكن بقول لحضرتك اهو ده بند واحد. انا هقول لحضرتك على حاجه مبشره، مش من نهايه الموضوع، من فضل. بدايه الموضوع. اتفضل يا فندم. لصناعه السيارات، لصناعه المكونات في السيارات، الصناعه في الهندسه الميكانيكيه بالذات بتبدا بالمواد الخام. المرحله الثانيه عمليات السباكه. السباكه انا بتكلم في حته تخصصيه شويه، لكن ببني مع حضرتك فضل. ازاي اصنع يعني. نعم. عمليات السباكه. نمره 3 عمليات تشكيل وتشغيل المعادن. العمليه الرابعه في صناعه العربيات اللي هي تشغيل الاسطح المعدنيه، بيسموه الشيت ميتال شيبنج والشيت ميتال فورمنج. الاربع انشطه دول عدا النشاط الاولاني ممكن نستورد الخامات، ما فيش مشكله. الثلاث انشطه دول مصر مليئه بعمليات السباكه، عمليات التشغيل وتشكيل المعادن، وعندنا من الخبرات الكويسه جدا، وخاصه في الهيئه العربيه للتصنيع. احنا عندنا في الهيئه العربيه للتصنيع يا فندم مصنع تشكيل وتشغيل للمعادن في مصنع المحركات يكفي صناعه قوي جدا، والحمد لله تكنولوجيا كويسه متطوره جدا، ماكينات CNC اللي هي الماكينات الرقميه. يعني الحمد لله الفاسيلتي دي او الامكانيه دي موجوده. يبقى انشطه التصنيع يا فندم موجود الحمد لله. عندي اساس يعني اساس ابني عليه. فانا بدي حضرتك يعني الامل في هذا الاتجاه. عظيم. الكلام ده يوظف ان شاء الله في اتجاه تصنيع مكونات قطع الغيار وتصنيع مكونات السيارات. ده النشاط الثاني اللي ذكرته لحضرتك. النشاط الاولاني اللي هو البحث والتطوير من الجامعات المصريه. النشاط الثالث نشاط التجميع. احنا هنبدا بصفه عاجله يا فندم ان شاء الله في جمهوريه مصر العربيه، وانا اعرف زملاء ليا كتير جدا في الشركات الشقيقه، يعني كله الشركات العالميه بقى في رغبه ان يجي يشتغل في مصر. حضرتك انا اتفاوض مثلا معايا في الفتره اللي فاتت مش اقل من 5-6 شركات، بس جديه التفاوض شركات عالميه، شركات كبرى يعني. واحنا الحمد لله بيفاوضوا عايزين يشتغلوا هنا ويستغل الخطوط. طلباتهم ايه؟ طالبين ايه؟ ما يحكم صناعه السيارات هو اقتصاديات التشغيل. اقتصاديات، وهو هيحقق اقتصاديات قد ايه. لكن حته الفنيات بتاعه التصنيع بيقعد يبحث سيادتك وبيخرج بنتيجه ان هنا الحمد لله جمهوريه مصر العربيه والشركه العربيه الامريكيه للسيارات موجود. كويس. الكوادر البشريه موجود. كويس. المواني والطرق والتصدير الجوده كمان بنتج عربيه بصنعها الجوده العالميه الحمد لله. يعني ده موجود. كويس. ما يحكم الاقتصاديه، ما يحكم صناعه السيارات هو اقتصاديات الصناعه دي. فالشركات بيجي يبحث عن اقتصادياته، والحمد لله القوانين والحوافز والاستراتيجيه اللي انا ذكرتها قدام حضرتك دي عوامل مشجعه ان شاء الله ان احنا نجذب الشركات العالميه. لا هم شايفين الوضع حاليا في مصر يستحق انهم يبقوا موجودين. الحمد لله.
السوق يستحق وانت من هنا تنطلق للعالم العربي والافريقي؟ يا فندم الحمد لله. وعندك الاتفاقيات والكوميسا وغيرها. الحمد لله يعني دي امكانيه وميزه قويه جدا جدا بتتمتع بيها جمهوريه مصر العربيه. ده اللي بنحاول نشتغل عليه الفتره القادمه يا فندم ان شاء الله. يعني ده بنشتغل عليه. انا بقول لحضرتك احد نتائج التفاوضات دي من شركه عالميه كبيره جدا، شركه ما شاء الله عندها 14 موديل عربيه شهير. يعني انا بتتكلم المان ولا بتتكلم تويوتا ولا بتتكلم شركه فرنسيه اللي هو الشريك بتاعي دلوقتي. الشريك فرنسا. بتاعي دلوقتي. حضرتك شركه كريزلر الامريكيه دي انضمت لكيان عالمي اسمه كيان ستيلانتس. هو مش موضوع تجاري ولا اعلامي او كده او اعلاني، لا، هي كيان اسمه كيان ستيلانتس. الكيان ده فيه شركات فيات، في شركات اوبل، في شركات دوج ورام وكريزلر الامريكيه، في بيجو وستروين ورينو. ده كيان ستيلانتس اللي احنا شركاء لهذا الكيان. احنا مش علاقه تجاريه مؤقته او علاقه تجاريه استثماريه لفتره مؤقته، لا، ده علاقه شراكه بين الهيئه العربيه للتصنيع وكيان ستيلانتس. فاحنا بنتفاوض ده الكيان يا فندم اللي ليه مصانع في المغرب، اللي ليه مصانع سيارات في المغرب. فده الشريك بتاعنا، وان شاء الله بنستكمل ان احنا نطلع حاجه كويسه. قعدوا معانا، قعدوا معاكم يعني؟ هم معانا، وبنبني ان شاء الله نموذج صناعي لانشاء وانتاج عربيه جديده ان شاء الله تنزل للسوق المصري. تكلموا في خلال وقت قد ايه؟ دي اللي قلت لحضرتك ان شاء الله السنه الجايه هنكون بدانا في الانتاج المحلي باذن الله، اللي هي سياره الركوب المصريه للعائله المصريه. بعد سنتين ان شاء الله تكون الموديل الثاني او الاصدار الثاني من العربيه دي تنزل في السوق المحلي ويتم تصديرها خارج الوطن ان شاء الله. ناويين تبيعوها بكام ان شاء الله السنه الجايه؟ يعني انا حضرتك دي يعني اعتبارات سوق فمش عارف يعني اقول لحضرتك عليها ايه، لكن اعتبارات في السوق يعني. طيب نختم، لو في اي رساله سيادتك عايز تقولها قبل ما نختم؟ انا بقول وطننا بخير، ومن وجهه نظر الصناعه ايوه الوطن قوي. في يا فندم الصناعات المغذيه للسيارات مصر ماهره، مصر ماهره في كل العمليات الصناعيه، سواء العمليات اللي ذكرتها لحضرتك الصناعيه التي تبدا بالسباكه وتنتهي بكل ده يا فندم. عندنا كوادر قويه جدا. الانسان المصري لسه قوي، لسه عظيم. قوي لسه. انا مش بقولها مجامله او عشان انا مع حضرتك على الهواء، لا، فعلا الانسان القوي الانسان المصري فنيا قوي، ما زال قادر على الصناعه. عظيم. نوع من التحويل ونوع من الاجراءات الانضباطيه ونوع من الاجراءات الانضباط الفني يعني حضرتك بتقول للناس انتظروا سياره مصريه ان شاء الله السنه الجايه باذن الله ان شاء الله تكون موجوده في السوق ان شاء الله، بتلف كده في شوارع مصر ان شاء الله يا فندم. شرفتنا. تعيش فندم. انا سعيد بوجودي مع حضرتك. اهلا وسهلا. متشكر. تحياتي لك. شكرا. تحياتي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا السبت ان شاء الله. صباح الف خير.